واش كنتي عارف بلي المغاربه ربحوا واحد من اعظم المعارك في التاريخ، ماشي في المغرب ولكن في قلب اسبانيا الاندلس قديما؟ كنهضروا على معركه الزلاقه الخالده سنه 1086 ميلادي، وتسمات بالزلاقه لان الارض ولات كتزلق بكثره الدماء، حتى ولا الخيل والرجال كيزلقوا فوقها من شده القتال وكثره القتلى. معركه قلبات موازين القوه في شبه الجزيره الإيبيرية. في ذاك الوقت الاندلس كانت كتغرق في الصراعات، ملوك طوائف متخاصمين وكل واحد كيقلب على العرش ديالو، حتى ولاو تحالفوا مع العدو، وبعضهم ولا كيخلص الجزيه لألفونسو السادس ملك قشتالة وليون. والنتيجه سقوط طليطله سنه 1085 ميلاديه، مدينه حكمها المسلمين لاكثر من 300 عام طاحت في نهار واحد. من هنا فهموا الاندلسيون باللي الدور جاي عليهم كاملين، وما بقى حتى حل الا الاستنجاد بالمغرب. الرسائل تصيفطات والسفارات تحركات، والطلب كان واضح: الغوث، النصره والنجده. يوسف بن تاشفين امير المسلمين وقائد المرابطين ما ترددش وما ساومش، جمع الجيش ديالو وعبر البحر ما جا لا طامع في ملك ولا طالب غنيمه، جا باش يحسم المعركه ويوقف السقوط ويكتب فصل جديد في التاريخ. توحد جيش المرابطين مع جيش اندلسي بقياده المعتمد بن عباد، وصار الجيش حتى وصل لسهل الزلاقه. وفي الجهه الاخرى ألفونسو السادس جاب جيش ضخم محشود من قشتالة ومن مختلف انحاء اوروبا، والهدف كان واضح: انهاء حكم المسلمين في الاندلس اي اسبانيا، وانهاء وجودهم للابد، ويدفنوا حضارة المسلمين في هذه الأرض. المعركة كانت شرسة والأرض تحولت لبحر من الدماء، القتلى في كل مكان، معركة صعيبة قاسية ما رحم فيها لا رجل ولا حصان، ولكن بالتخطيط وبالصبر وبقيادة يوسف بن تاشفين وقع ما لم يكن في الحسبان: هزيمة ساحقة للجيش القشتالي. ألفونسو من شدة الصدمة خرج جريح مهزوم وهارب، وجيشه تفرق، وأوروبا كاملة فهمت الرسالة: المغرب إلى دخل المعركة كيغير التاريخ. معركة الزلاقة ما كانتش مجرد معركة، كانت وقفة تاريخية حبسات زحف الممالك المسيحية على الأندلس لمئات السنين. بعد المعركة وبعد مدة ملوك الطوائف رجعوا للخيانات والتراخي، واضطر يوسف بن تاشفين يرجع مرة أخرى، وهذه المرة انهى حكم الطوائف وضم الأندلس لحكم المرابطين، ولا جزء من أراضي المغرب وعاصمتها مراكش. الزلاقة كانت درس في التاريخ كيقول لنا: إلا تفرقنا نطيحوا وإلا توحدنا نربحوا. تاريخنا كيروي الشجاعة والوحدة وعظمة أجدادنا، وكل واحد منا خاصو يعرف اللي فات قبله، ويعرف الأبطال المغاربة المسلمين والمعارك، ويفتخر بهذا الإرث اللي كيعلمنا كيفاش نكونوا اليوم. ما تنساوش تتابعونا على مدرسة الزمن، وتخليونا تعليق وتبارطاجيو الفيديو باش تشجعونا نكملوا في الطريق.